قبل ما نبدأ ما تنسوش الدعاء لإخوانكم في كل مكان، نسأل الله أن يفرج عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النوم من الحاجات اللي كلنا بنعملها من غير ما نفكر، بس هل عمرك سألت نفسك إيه اللي هيحصل لو بطلت تنام؟ يعني قررت تصحى النهاردة وتقرر إنك مش هتنام تاني، لا النهاردة ولا بكرة ولا بعد ولا السنة الجاية، هتحس إنك هتكسب وقت أكتر ولا هتشتغل أكتر؟ أهلا بيكم في قناة سؤال في السريع. أنا مصطفى بسيوني، والحلقة دي من سلسلة ماذا لو هنجاوب في السريع على سؤال: ماذا لو امتنعت عن النوم؟ بس لو لسه جديد في القناة ما تنساش اللايك، اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل الفيديو ده ل100 لايك، فيا صديقي حط اللايك عشان نوصل ل100 لايك، واربط حزام الأمان واستعد لرحلة ممتعة. يلا بينا. قبل ما نقول ايه اللي هيحصل في جسمك لازم نعرف اصلا النوم اصلا فايدته ايه. لما بتنام جسمك ما بيكسلش، بالعكس ده بيشتغل اكتر. المخ بيبدأ ينظف نفسه من السموم، الخلايا بتتجدد، العضلات بترتاح، والهرمونات بتتظبط. يعني النوم مش بس للراحة، دي عملية صيانة كاملة. زي كده لما تقفل موبايلك وتعمل له ريستارت علشان يشتغل كويس، نفس الفكرة بالظبط. في مادة اسمها الأينوزين بتتراكم في المخ طول اليوم، ولما بتوصل لمستوى معين تحس انك عايز تنام، ولو ما نمتش المادة دي بتفضل تزيد وتزود الاحساس بالتعب والتوتر والدوخة. كمان المخ ليه مراحل اثناء النوم، اهمها مرحلة اسمها REM، ودي المرحلة اللي بتحلم فيها، والمخ فيها بيشتغل كأنه بيعمل تحديثات لكل حاجة حصلت طول اليوم. يعني لو ما نمتش الجهاز العصبي والمناعي والمزاج والتركيز كله هينزل في الأرض. لو قلنا إنك عديت 24 ساعة من غير نوم، أحب أقولك مبروك، تركيزك نزل بنسبة 25%. الاستجابة بتاعتك بتتأخر زي واحد سكران، بتبدأ تنسى حاجات كتيرة في حياتك. المزاج متقلب جدا، ممكن تضحك وممكن تعيط في نفس اللحظة، وكأنك سايق عربية ونايم، حاجة خطيرة جدا. الجسم بيبدأ يبعتلك إشارات: عينيك تقيلة، راسك بتوجعك، عضلاتك بتتشنج، جلدك بيحس بحرارة وبرودة. وفي دراسات بتقول إنك بعد 24 ساعة بدون نوم كأنك عندك نسبة كحول في دمك زي اللي بياخد 4 كؤوس خمور. يعني مفيش تركيز ومفيش تحكم. لو وصلت ليومين بدون نوم انت كده دخلت رسميا في منطقة الخطر. أعراض اليوم التاني: هتبدأ تشوف حاجات مش موجودة زي هلاوس بصرية، وتتعصب على أتفه حاجة، وهتفقد الإحساس بالوقت والمكان، وهتبقى خايف دايما، وجسمك بيرتعش وخايف من كل حاجة حواليك. التفكير هيبقى مشوش كأنك في دوامة، بتبقى ماشي أو قاعد في البيت بتكلم نفسك وتزعق لنفسك، وتبدأ تضحك على حاجات غريبة، وتبدأ تدخل في حاجة اسمها النوم الجزئي المصغر، يعني عقلك ينام لمدة ثواني وانت صاحي. دي حاجة خطر جدا، خصوصا لو سايق او ماسك حاجة. المناعة بتنزل بنسبة كبيرة، يعني ممكن تجيب برد من الهواء، الهضم بيتلخبط، والمعدة بتوجعك، وتبدأ تحس ان جسمك ضدك مش معاك. بعد 72 ل 96 ساعة بدون نوم انت كده وصلت لمرحلة الانهيار. مش بس هلوسة، انت ممكن تصدق اللي انت بتعمله، ممكن تحس انك مراقب او انت في خطر او في ناس بتطاردك، تقلق من كل حاجة حواليك، صوت بسيط ممكن يخضك، تبدأ تعيط من غير سبب، تبقى حاسس انك مش في جسمك. علميا المخ بيبدأ في حالة طوارئ، في مادة اسمها الدوبامين اكيد كلكم عارفينها، بتتلخبط فبتبدأ تحس انك خارق او عبقري. وساعات العكس، وتحس انك فاضي وتقوم مثلا ترقص او تمشي في الشارع تبقى عامل زي المجانين. وفي حالات نادرة الشخص ممكن يدخل في نوبات تشنج او يغمى عليه. احد اخطر الحالات اللي حصلت كانت تجربة شاب امريكي اسمه راندي جاردنر. واحد امريكي قرر يفضل صاحي 11 يوم على التوالي. في اليوم السادس بدأ يهلوس انه لاعب كورة، وفي اليوم التاسع نسى اسمه اصلا، وفي اليوم ال11 كان بيتكلم كلام مش مفهوم خالص. اللي انقذه انه نام 14 ساعة متواصلة. جسمه حاول يعوض بأي طريقة. في ناس كتيرة بتحس ان النوم مضيعة وقت، بيقولك انا لو ما نمتش هنجز اكتر واحقق اكتر، بس الحقيقة العكس تمام. قلة النوم بيخليك قلة ابداع وقلة انتاجية. النوم مش مضيعة وقت، ده استثمار. انت بتنام علشان تشتغل كويس، مش بتشتغل علشان ما تنامش. وحتى اغنى واذكى الناس في العالم بيناموا لانهم عارفين قيمة الراحة. فبعد كل اللي قلناه، ماذا لو ما بقتش تنام خالص؟ هتشوف هلاوس، هتنسى اسمك، هتخاف من كل حاجة، وفي الاخر ممكن تموت. وشوية نصايح:
اهم حاجة عشان جودة نومك تبقى كويسة وتنام بعمق انك ما تستخدمش التليفون قبل ما تنام، ما تاكلش كتير قبل ما تنام، تنام من 6 ل 8 ساعات. فلو نفسك تشتغل اكتر نام كويس الاول، لو عايز تبقى ناجح ابدأ الرحلة، لانك ببساطة مش روبوت، انت بني ادم وعقلك محتاج يطفي علشان يشتغل احسن. قولي في التعليقات ايه اطول فترة فضلت صاحي فيها وحسيت بايه، واشترك في القناة عشان عندنا فيديوهات تانية. نورتنا، شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.